يلا بينا يا سنة 5 نستعد ونجهز للامتحان بتاعنا وما نخافش خالص. لو انت كملت معايا الفيديو ده للآخر وتابعتني على القناة ما تقلقش جدا من الامتحان الانجليزي خالص خالص خالص. يلا اول سؤال معانا هو سؤال الليسننج، لازم تمرن نفسك عليه عشان ما تتفاجئش وانت في الامتحان. بالوضع بيكون عامل ازاي؟ الوضع بيكون المستر بيدخل عليك وبيقرأ لك قطعة مكونة من سطرين او 3 وانت لازم تركز في القطعة. طيب اقول لك على تكايه بقى، تكات المس ندى، ايه رأيك؟ قبل ما المستر يدخل حاول انك تقرأ الأسئلة وتترجمها بسرعة علشان اول لما المستر يدخل تكون انت مركز على الإجابات اللي هتكتبها في الأسئلة، لأن انت عارف الأسئلة طبعا، فهتبقى عارف ايه النقاط اللي انت عايز تركز فيها. اول سؤال، اول حاجه الليسننج اللي معايا بيتكلم عن وليد. وليد is my best friend. خد بالك ما تخافش، المستر هيقرأه بالراحه جدا. وليد is my best friend. وليد يكون صديقي المفضل. he is a vet. هو يكون طبيب بيطري. and he works at the zoo. هو بيشتغل في حديقة الحيوان. وليد looks after hippos. يعني وليد بيعتني بأفراس النهر. he must make sure they are happy and healthy. هو لازم يكون متأكد ان هم سعداء وبصحة جيدة. he must prepare their food. هو لازم يجهز لهم الأكل بتاعهم. he gives them fresh water to drink. هو كمان لازم يديلهم مية نضيفة علشان يشربوا. he gives them a bath. وكمان بيوديهم الحمام. وهي cleans their teeth. وبينضف لهم أسنانهم. السؤال الأولاني بيقول وليد is my brother. هو وليد أخويا؟ no, false. وليد صديقي. وليد works in the zoo. وليد بيشتغل في الحديقة. طبعا true، صح. Number 3 وليد takes care of elephants in the zoo. وليد بيعتني بالأفيال في حديقة الحيوان؟ لا طبعا، ده بيعتني بالهيبوس أفراس النهر. نمبر 4 بيقول لي وليد gives the hippos fresh water to drink. بيديلهم ميه نضيفه عشان يشربوا. صح true. السؤال اللي بعد كده سؤال listening. برضو المستر هيدخل وهيقوله، وزي ما قلت لك اقرأ الأسئلة الأول عشان تركز على الإجابات والمستر بيقولها. listen عبارة عن محادثة بين نادية وعلا. نادية بتقول لعلا what's your favorite food؟ علا ايه يا علا طعامك المفضل؟ قالت لها that's easy it is ice cream. ده الايس كريم، يبقى الايس كريم هو الطعام المفضل بتاع علا. ندى قالت لها I love ice cream. انا بحب الايس كريم too ايضا. but it isn't healthy. بس هو مش صحي. is it؟ مش كده برضو. علا ردت وقالت لها it's unhealthy. هو مش صحي if you eat a lot. لو انت كلتي منها كتير. what about you ندى؟ ماذا عنك يا ندى؟ I love. ندى ردت وقالت I love eating chicken. أنا بحب أكل الدجاج. علا قالت لها me too. وأنا كمان. I think chicken is delicious. يعني بعتقد إن الفراخ تكون لذيذة. أول سؤال بيقول لي نمبر 1 بيقول لي نقط is Ola's favorite food. يعني إيه الطعام المفضل بتاع علا؟ طبعا هو الآيس كريم. نمبر 2 قال لي it's نقط to eat a lot of ice cream. ايه بقى يعني اكل الايس كريم كتير ده ايه؟ unhealthy. it's unhealthy. نمبر 3 بيقول لي chicken is ندا's favorite food. الفراخ هي طعام ندى المفضل. نمبر 4 بيقول لي علا thinks. يعني علا بتعتقد chicken is delicious. يعني علا بتعتقد ان الفراخ تكون لذيذة. وطبعا السؤال الاولاني في الليسننج هو اللي مرجح انه يجي. يعني السؤال التاني ده مجرد تمرين هيقويك بس يعني، لكن غالبا مش هيجي في الامتحان. السؤال الاولاني هو اللي هيجي في الليسننج ان شاء الله. السؤال اللي بعد كده مهم جدا يا حبيبي ان انت هتقرا راس السؤال علشان تبقى عارف انت بتحل ايه بالظبط. السؤال نمبر 3 بيقول read and match A with B. يعني اقرا ووصل A ب B. طب السؤال ده انا مش بعرف احله يا مس، هو صعب بالنسبه لي. انا عندي هنا جدول A وجدول B ومطلوب مني ان انا اوصل واحده من A بما يناسبها من B. طب هعرف ازاي؟ انا هقرا اول واحده من A واقرا كل بي واحاول اوصل للترجمه الصحيحه. طيب نمبر 1 هنا A. خد بالك ان طالما A بيتكلم يبقى لازم B هيرد عليه. A بيقول what do you usually wear
on hot days. يعني انت بتلبس عادة ايه في الايام الحارة؟ I am watching an old squash match. لا انا مش بتفرج على ماتش سكواش قديم. نمبر بي بيقول to protect their eyes while swimming، عشان احمي عيني وانا بعوم. لا طبعا الكلام ده مش مظبوط. هنا بي رد وقال a t-shirt and shorts. انا فعلا بلبس كده في الحر تي شيرت وشورت. بعد كده عندي نمبر 2 برضو A بيتكلم، يبقى اكيد B هيرد عليه. طيب A بيقول are there any glaciers in Egypt؟ هل في اي انهار جليدية في مصر؟ فانا طبعا قرأت اللي فوق قلت I'm watching an old squash match. لا طبعا مش الإجابة دي. to protect their eyes while swimming، عشان احمي عيني من وانا بسبح. لا طبعا دي خلاص احنا خدناها. نيجي عند بيرد وقال ايه no I think there aren't any، يعني انا لا اعتقد ان في اي انهار جليدية في مصر. طبعا يبقى هي دي الإجابة، يبقى نكتب عند دي 2. بعد كده عند نمبر 3 بيقول لي wind origin is when the wind، يعني تعرية الرياح بتكون حينما ايه؟ حينما moves or destroys something، لما بنحرك او بندمر شيء ما. بعد كده A بيتكلم بيقول what are you watching؟ ماذا تشاهدين؟ فهيبقى I am watching an old squash match، يعني أنا بشاهد ماتش سكواش قديم. بعد كده عندي نمبر 5 بيقول they wore swimming goggles، يعني أنا برتدي نظارات سباحة. ليه بقى؟ علشان to protect their eyes while swimming، عشان أحمي عيني وأنا بعوم. السؤال اللي بعد كده بيقول لي read the text and answer the question، اقرأ النص وجاوب الأسئلة. طيب في ناس يا جماعة بيعملوا ايه؟ بيجاوبوا الأسئلة من غير ما يقرأوا النص. ده طبعا غلط كبير. اقرأ النص وحاول تترجمه وتفهمه الأول. هدى is doing research on traditional Mexican clothing، يعني هدى بتعمل بحث عن الزي المكسيكي الايه التقليدي. she looked into some useful websites using her tablet، هي سجلت دخول على بعض المواقع الإلكترونية من على التابلت بتاعها. she found out that Mexican girls wear colorful dresses with many stripes on them during feasts and celebrations، يعني البنات هناك في المكسيك بيلبسوا فساتين ملونة ومخططة أثناء الأعياد والاحتفالات. Mexican girls love bright colors، بيحبوا الألوان. البنات المكسيك بيحبوا الألوان الزاهية جدا. even when they aren't celebrating they wear bright colorful clothes. people in Mexico wear hats، بيرتدوا قبعات. الناس في المكسيك بيرتدوا قبعات. ليه بقى؟ to protect their faces، عشان يحموا وجههم from the sun، من الشمس. this is a sombrero. it's a traditional Mexican hat، يعني ده شكل القبعة المكسيكية. طيب افرض ان انت في كلمات قابلتك في القطعة ما فهمتهاش، هل اقف قصادها؟ لا، انا احاول افهم المضمون بس بتاع القطعة وما اقفش قدام كلمة معينة انا مش عارفها. طيب السؤال الاولاني بيقول هنا choose the correct word، اختار الكلمة الصحيحة. هدى is doing research using her، يعني هدى بتعمل الريسيرش بتاع البحث باستخدام ايه؟ her tablet، يعني باستخدام التابلت بتاعها. بعد كده نمبر 2 بيقول لي Mexican girls like، يعني البنات المكسيكيين بيحبوا ايه؟ colors، البرايت colors، الالوان الايه الزاهيه. عندي هنا السؤال اللي بعديه بيقول لي answer the following question، يعني اجب الاسئله الاتيه. what is هدى doing؟ يعني هدى كانت بتعمل ايه؟ she is doing research on traditional Mexican clothing، وده طبعا الاجابه دي موجوده في القطعه بالنص. عندي هنا نمبر 4 بيقول what is sombrero، يعني ايه هو السامبريرو؟ دي طاقية مشهورة في المكسيك اسمها it's a traditional Mexican hat. بعد كده عندي سؤال الترتيب reorder the words to make correct sentences، اعد ترتيب الجملة بحيث انك تعمل جملة صحيحة. نمبر 1 هبتدي بالتريدرز. تريدرز ده الفاعل، وبعد كده اجيب traveled الفعل بيسافرون. up and down، up and down يعني ايه؟ ذهابا وايابا. ايه بقى؟ the Nile، the Nile.
بعد كده نمبر 2 عندي bamboo plants يعني نبات البامبو الخيزران. ماله بقى؟ اجيب الفاعل grow on the river banks على ضفاف النهر. يبقى نبات الخيزران بينمو على ضفاف النهر. بالعربي اقولها ضفاف النهر، لكن بالانجلش اقولها the river banks. نمبر 3 بيقول لي بادئ بدid ده فعل مساعد بتاع الماضي بزمن الباست. did وبعد كده اجيب مام اللي هي الفاعل، وبعد كده اجيب الفعل back the suitcases. وطبعا منساش علامة الاستفهام بتاعتي، هو حاططها بس انا برضه احطها في السؤال لما ارتبه. عندي نمبر 4 بيقول لي you ده الفاعل، وبعدين اجيب النفي you mustn't اجيب الفعل الاساسي walk on the grass انت لا يجب ان تمشي على العشب. يلا بينا بقى على سؤال علامات الترقيم، وهو من الأسئلة السهلة واللي لازم تكون مضمونة عندك لأن مفيش فيها أي مجهود خالص. أنا كل اللي بعمله إن أنا بخلي الجملة جميلة. إزاي أخلي الجملة جميلة يا مس ندى؟ أخلي الجملة جميلة لما أخلي أول حرف كابيتال. طيب هي معمولة كابيتال، أنا بس عايزة أعرفك إن هي أول حرف في الجملة لازم يبقى كابيتال. بعد كده عندي الوليلي دي طبعا رنيم الوليلي يعني ده برضو اسم، الاي يبقى كابيتال. وبعد كده عندي is an Egyptian ده جنسية من الجنسيات، يبقى اعمل الاي كابيتال وبعدين في الاخر اعمل فول ستوب بنقطة. واي حاجة بغيرها احط تحت منها شرطتين، وطبعا انا بس عشان بعمل سريعا هنا ما كتبتش الجملة، لكن انت في الامتحان اكتب الجملة بتاعتك واللي هتغيره اعمل تحتيه شرطتين علشان المصحح يعرف انك غيرت. نمبر 2 what's Hamza's favorite food؟ يعني ما الطعام المفضل لحمزة؟ طبعا الدبليو هتبقى كابيتال، وعندي حمزة ده اسم ولد الاتش كابيتال، وعندي اس الملكية دي الابوستروفي منساهاش، وفي الاخر question mark علامة استفهام. اجي بعد كده عن سؤال الباراجراف. محدش يخاف من سؤال الباراجراف خالص، سؤال الباراجراف سهل جدا. ازاي يا مس ندى ده صعب؟ لا ركز معايا وانت هتلاقي الموضوع سهل جدا. write a paragraph of 40 words using the following guiding elements. يعني اكتب باراجراف من 40 كلمة وحاول تستخدم الكلمات الإرشادية الموجودة. عايزني اتكلم عن تلوث الهواء air pollution تلوث الهواء تلوث الهواء، وجايب لي dangerous و emissions كلمات مساعدة. طيب أول قاعدة من قواعد كتابة الباراجراف، سيب مسافة قد عقلة الإصبع وابدأ بحرف كابيتال زي ما اتعودنا وشوفنا في الفيديو اللي فات بتاع طريقة كتابة الباراجراف. خليك مثالي واحترافي واتفرج على الفيديو اللي عدى وانت هتعرف بكل سهولة ازاي تقدر تكتب باراجراف. ودي سلسلة من مكونة من عدد من الباراجرافات وبعرفك فيها ازاي تقدر تكتب باراجراف عن الحيوان وعن النبات وعن الشخصيات المشهورة وعن الأجازات وعن الأماكن. وهتعرف بمنتهى السهولة مجرد ما تتابعني وتعرف السلسلة ديت كاملة. هبدأ بحرف كابيتال واسيب مسافة وابدأ بحرف كابيتال واقول احاول ادخل كلمة dangerous في جملة. فانا هقول طبعا ان تلوث الهواء يكون خطير جدا. في جملة اسهل من كده؟ لا. air pollution is very dangerous يعني تلوث الهواء يكون خطير جدا، واحط نقطة زي ما برضو قلنا في الفيديو اللي فات. اوعى تنسى النقطة لان النقطة دي مهمة جدا. طيب بعد كده عندي كلمة emissions اللي هي العوادم، فأقول there are a lot of emissions. بتيجي منين العوادم؟ from cars and factories. يوجد العديد من العوادم اللي بتيجي من العربيات والمصانع. خد بالك there are زي ما قلت لك قبل كده دي حللت العقد، هتحللك مشاكل كتيرة. يوجد وتقول الحاجة اللي موجودة. there are a lot of emissions from cars and factories وحط نقطة، ما تنساش النقطة هتنقص عليها لو ما حطيتهاش. بعد كده ابتدي انصحه بقى نصائح واقول we should stop air pollution يعني احنا يجب ان نوقف تلوث الهواء. وايه كمان؟ واحط نقطة. نسيت النقطة يا مس ندى؟ لا انا عارفة ان انتوا مش ناسيينها يا حبايبي. بعد كده we should use bike not cars يعني احنا يجب ان احنا نستخدم الدراجات مش العربيات. ويلا بينا ننقل على الامتحان اللي بعديه.
يلا بينا يا سنة 5 نكمل الإكزام التاني علشان نبقى في الآخر قادرين على إن احنا ندخل نحل أي امتحان. برضو السؤال الأولاني هو سؤال الليسننج الاستماع، وزي ما قلت لك حاول تقرأ الأسئلة قبل ما المستر يدخل يقول السطرين بتوع الاستماع. ليه؟ علشان أركز على الإجابات، علشان أركز على إيه؟ على الإجابات. طيب السؤال الليسننج بقى عبارة عن مروان works with his uncle on his farm. يعني مروان بيشتغل مع عمه في المزرعة on the weekends، في الايه الأجازات. They grow chickpeas، هما بيزرعوا حمص. Chickpeas are important ingredients، يعني هو مكون هام جدا. في ايه بقى؟ we use it، احنا بنستخدمه in many delicious recipes، احنا بنستخدمه في وصفات كتيرة جدا such as زي الكشري and hummus، زي برضو زي الايه الكشري والايه وطبخة الحمص نفسها. chickpeas aren't fruit or vegetables، يعني التشيك بيس ولا هو فاكهة ولا هو خضروات. they belong to a food group called legumes. lentils are peanuts and peanuts are other legumes، يعني العدس والجوز الهند يعتبروا برضو بقوليات، بس بقوليات أخرى. سؤال يعني بيقول لي مروان works with his uncle on the farm، يعني مروان بيشتغل مع عمه في المزرعة. true. مروان and his uncle grew pineapples، يعني مروان وعمه بيزرعوا أناناس. لا طبعا هما بيزرعوا تشيك بيز. نمبر 3 بيقول لي chick peas aren't fruits or vegetables، يعني ولا هو فاكهة ولا هو يعني خضروات. صح true. بعد كده بيقول لي lentils and peanuts are vegetables، يعني العدس وجوز الهند يعتبر خضروات. false طبعا غلط. السؤال الليسننج التاني برضو ركز مع المستر وهو بيقول الجمل بتاعة الايه الليسننج. it's spring، إنه الربيع. the sun is shining and the fields and the gardens are full of flowers، يعني الشمس ساطعة والحقول والحدائق مليئة بالورود. for the animals and insects to eat. It's a lovely day، إنه يوم جميل. The bees are buzzing، يعني النحل بيطلع صوت الطنين بتاعه. And the butterflies are flying، والفراشات تطير. The ants are working hard، يعني النمل بيعمل بجد. For the winter، عشان الشتا جاي. But the grasshopper، لكن الجراد is lazy. he doesn't يعني هو he doesn't want to work، هو مش عايز يشتغل. السؤال الأولاني بيقول لي it's نقط the sun is shining and the gardens are full of flowers، طبعا ده it's spring، إنه الربيع. نمبر 2 بيقول لي the نقط are buzzing، هو مين اللي بيطلع صوت البازنج ده اللي هو صوت الطنين؟ البيز اللي هي النحل. نمبر 3 the ants are working نقط for the winter، يعني النمل بيشتغل بجد hard for the winter عشان الشتا جاي. نمبر 4 بيقول لي the grasshopper، يعني الجرادة is lazy، يعني الجرادة بتكون كسلانة. يا حبايبي السؤال التاني read and match A with B، يعني اقرأ ووصل A ب B. اقرأ رأس السؤال وعود على نفسك على كده. السؤال ده بيتحل ازاي؟ بقرأ أول واحدة من A وبعد كده أقرأ كل بي وأحاول أوصل للحل المناسب عن طريق ترجمتي للكلام. 1 بيقول at school I wear a pale white shirt، يعني في المدرسة أنا برتدي قميص أبيض لونه شاحب، يعني لونه قلب على بيش كده. فأنا هقرأ الأولانية من هنا أقول with his squash rackets، يعني بالمضرب بتاع السكواش. لأ طبعا. to make the air smell cleaner، يعني عشان نخلي الهواء أكثر يبدو نظيفا. لا طبعا. نمبر سي بيقول and dark blue trousers، وكمان بنطلون أزرق غامق. يبقى كده هي دي الإجابة المناسبة، برتدي قميص أبيض وإيه وبنطلون أزرق غامق. أكتب جنب سي. نمبر 1. نمبر 2 بيقول لي كندا بيرز، يعني الدببة بتاعت كندا مالها بقى؟
with his squash rockets لا. to make the air smell cleaner لا. live in cold woods بيعيشوا في أكواخ باردة. يبقى Canada's bears live in cold woods بيعيشوا في أكواخ باردة. نمبر 3 بيقول لي A طبعا زي ما قلت لك قبل كده A غالبا هيكون بيكلم B. بيقول are there any mountains in Egypt هل في أي جبال في مصر؟ فأنا هقرأ أقول with his squash rockets لأ. to make the air smell cleaner لأ. طبعا أنا خدت دي خلاص وخدت ديت. بي هنا رد وقال yes I think there are many أنا بعتقد إن في كتير فهي دي تبقى الإجابة نكتب جنبها 3. نمبر 4 we hit the ball hard احنا بنضرب الكرة صعب جامد with his squash rockets بمضرب الايه السكواش. يبقى اكتب جنب الاولانيه دي نمبر 4. بعد كده نمبر 5 بيقول لي mom uses air fresheners يعني ماما بتستخدم معطر الجو ليه بقى to make the air smell cleaner عشان الهواء يبدو ايه اكثر نظافه. بعد كده عندي السؤال اللي بعديه read the text and answer the questions اقرأ النص وأجب على الأسئلة. Today more than 3 million people in Egypt work in tourism يعني أكتر من 3 مليون شخص بيشتغل فين في السياحة في مصر. There are hotel managers في مديرين فنادق waiters جرسونات chefs طهاة boat captains يعني الكباتن اللي هم بتوع القوارب السياحية. hotel workers عمال فنادق. farmers مزارعين. drivers سواقين. and shop owners وملاك محلات. all of these people كل هؤلاء الناس help to make Egypt one of the world's best places to visit for a holiday يعني كل الناس دولت بيشتغلوا على حاجة واحدة ان هما بيساعدوا ان مصر تكون افضل مكان للزيارة في الاجازات. and of course وبالتأكيد one of the most important jobs is a tour guide وطبعا واحد من اهم الوظائف اللي موجودة هي انك تكون مرشد سياحي. tour guides show tourists the country they are visiting يعني المرشدين السياحيين بيوضحوا للسياح الأماكن اللي في الدولة اللي يقدروا يزوروها. they need to know about the places that the tourists want to visit يعني هما بيحتاجوا ان هما يعرفوا عن الأماكن اللي المفروض السياح هيزوروها. but they also need to be friendly and welcoming يعني كمان لازم يكونوا مرحبين ومضيافين بالسياح عشان طبعا السياح ما يمشوش ويسيبوا البلد ويرجعوا تاني في الاجازات. خلاص احنا قرأنا القطعة وترجمناها. طيب افرض انا في كلمات معرفتهاش ما اقفش عليها احاول افهم المضمون بتاع القطعة وان شاء الله انت هتلاقي الحل بسهولة. السؤال بيقول tour guides need to be يعني المرشدين السياحيين بيحتاجوا ان يكونوا ان يكونوا welcoming طبعا مرحبين and friendly. لو جيت تبص في القطعة اصلا هتلاقي الجملة دي موجودة بالنص كده. tour guides need to be welcoming and friendly في القطعة. السؤال اللي بعديه بيقول لي answer the following question يعني اجب على الأسئلة الآتية. how many people work in tourism كم عدد الناس اللي بيشتغلوا في السياحة. more than 3 million people. طب انا جبت الإجابة دي منين؟ لو جيت تبص في القطعة هتلاقي مكتوبة كده بالنص more than 3 million people work in tourism. نمبر 4 بيقول what do tour guides need to know يعني ايه المفروض المرشدين السياحيين بيحتاجوا ان هم يعرفوه. they need to know about the places that the tourists want to visit يعني بيحتاجوا ان هم يعرفوا عن الاماكن اللي السياح عايزين يزوروها. السؤال اللي بعديه هو سؤال الترتيب reorder the words to make correct sentences يعني اعد ترتيب الكلمات عشان تعمل جمل صحيحة. فانا هنا هبتدي بالايكو توريزم. طبعا قلنا قبل كده كلمة ايكو بتتحط قدام اي كلمة تخليها البيئي. هنا السياحة البيئية مالها بقى looks after بتعتني بيه. the environment بتعتني بيه البيئة. ecotourism looks after the environment. طيب بعد كده السؤال اللي بعديه بيقول لي why
are you feeling worried؟ ليه انت حاسس بالقلق؟ لماذا انت تشعر بالقلق؟ بعد كده نمبر 3 هبتدي بالاي اللي هي الفاعل، بعد كده ادور على الفعل went I went، وبعدين to أسوان، أنا ذهبت إلى أسوان. last month الشهر اللي فات. with مع my family مع عيلتي. I went to أسوان last month with my family. أنا ذهبت لأسوان مع عيلتي الشهر اللي فات. number 4 carbon dioxide يعني ثاني أكسيد الكربون and والميثان carbon dioxide and methane are greenhouse gases يعني هي من غازات الاحتباس الحراري. سؤال علامات الترقيم، وزي ما قلت لك ده سؤال مضمون ومن اسهل الاسئله. نمبر 1 بيقول لي what other sports do you watch on TV Adel؟ ده واضح ان هو سؤال. واول حاجه ازاي اخلي الجمله جميله؟ اخلي اول حرف كابيتال واحط تحت منه شرطتين، وبعد كده انا عندي هنا في اسم ولد عادل فاخلي الاي كابيتال، وبعدين احط تحت منها شرطتين، وفي الاخر question mark علامه استفهام واحط تحت منها شرطتين. نمبر 2 اخلي الجي كابيتال، وبعدين احط في الاخر نقطه واحط تحت كل حاجه غيرتها شرطتين. يلا بينا بقى على سؤال الباراجراف. بس قبل ما تشوف السؤال بتاع الباراجراف أرجوك ادخل على سلسلة كتابة الباراجراف اللي أنا عملتها، واللي هتخلي بالنسبة لك سؤال الباراجراف ده من الأسئلة المضمونة، مع إن في كتير بيستصعبوا ومفكر إن هو يعني حاجة معضلة. لأ، ادخل وشوف الفيديوهات اللي بتعرفك ازاي تكتب باراجرافات عن المكان، باراجرافات عن الشخصيات المشهورة، باراجرافات عن الحيوانات. ايا كان الباراجراف انت تقدر تكتبه بمنتهى السهولة، بس بعد ما تتفرج على الفيديوهات بتاعت مس ندى. طيب هنا عايزنا نتكلم عن هداية ملاك. طبعا انتوا فاكرين هداية ملاك دي كانت لاعبة تايكواندو المشهورة. هنا جايب لي guiding words Egyptian taekwondo player يعني لاعبة التايكواندو المصرية. at the age of 7 يعني في عمر السابعة. فأنا أول قاعدة من قواعد كتابة الباراجراف عارفها، برافو عليك، سيب مسافة قد عقلة الإصبع وابدأ بحرف كابيتال وقول هداية ملاك is an Egyptian taekwondo player، يعني هداية ملاك تكون لاعبة التايكواندو المصرية. وحط نقطة زي ما قلت لك في السلسلة بتاعة الباراجرافات، اوعى تنسى النقطة. وبعدين نبدأ تاني بحرف كابيتال، وبعدين نقول ايه بقى؟ واضح ان هو عايز نقول ان هي بدأت في سن السابعة، فنقول she began هي بدأت، الماضي من began she began practicing taekwondo at the age of 7 يعني هي بدأت في ممارسة التايكواندو في سن السابع. وبعد كده بقى خلاص يا مس ما هو معادش جايدنج ووردز، انا هقول لك على حاجه جميله خالص. دي شخصيه هتقول she is very kind، هي طيبه ولا مش طيبه؟ هي طيبه جدا. she is وتحط نقطه، وبعدين تقول she is famous، هي مشهوره ولا مش مشهوره؟ هي مشهوره. وبعدين نحط نقطه ونقول I like her، انا بحبها جدا. يبقى دي 3 جمل انت اصلا ممكن تثبتهم في اي باراجراف عن الشخصيات. اكيد هو طيبه، واكيد she is famous مشهورة، و I like her انا بحبها. وطبعا لازم تحط النقطة ما تنساهاش علشان ما تنقصش درجات.